بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة أنا جايبة لكم خلطة علشان هنخلي اللحم البط بتاعنا أحمر. طبقات طبقات كده لحم أحمر. خلطة مش تسمين بقى، خلطة علف بتاعة العجول. يعني الخلطة ديت بيعملوها للعجول. تخيلي بقى انت لما تعمليها للبط هتخلي البط بتاعك عامل ازاي. طبعا البط بتاعك، انا بتكلم النهارده عن البط الكبير. لما لو عندك بط كبير ومقفل، يعني سنه مثلا 5 شهور 6 شهور، وطبعا انت شلتيه كده وحسيتي ان وزنه خفيف، طبعا خسارة تذبحي البطاية وهي وزنها خفيف. طبعا انت مربيها كل الفترة ديت علشان تذبحيها في رمضان، علشان تبقى معاكي كده، لو عملتي عزومة، لو عملتي حاجة كده كبيرة، تبقى معاكي كده بطاية تشرفك من الآخر. وكمان تكون لحمها احمر ويعجب كل اللي موجودين. ازاي نوصل للبطاية ان يكون صدرها طبقات طبقات لحم احمر؟ هقولك النهاردة على خلطة قوية جدا هتعمليها ان شاء الله وهتنجز معاكي في الوقت. طبعا انتي هتقولي بقى انا هزغط البط علشان انجز. لا، ما تزغطيش النهارده، مش هنزغط البط النهارده. هنكتر عدد الوجبات. هقولك ازاي. يعني انت مثلا انت بتطلعي مرتين للطيور بتاعتك. لا، انت مثلا عايزه تنجزي، يبقى لازم تطلعي 3 مرات او 4 مرات للبط. يعني سيبك بقى من الفراخ وسيبك من الحاجات التانية، انت هتركزي على البط. فانت طبعا انت بتطلعي للبط بتاعك مثلا، او للطيور كلها عامة، بتطلعي الساعة 11 12. لا، الكلام ده كله انسيه. هتطلعي من النهاردة، هتطلعي الساعة 7 الصبح، هتحطي لهم وجبة من الخلطة اللي احنا هنقول عليها النهاردة. هتطلعي الظهرية تحطي وجبة تاني. هتطلعي بعد العصر كده بساعة او بساعتين تحطي وجبة تانية. هتطلعي المغرب هتحطي وجبة، او تأجلي الوجبة الأخيرة ديت لبالليل الساعة 8 أو 10. يعني انت كده بدل ما انت بتحطي وجبتين هتحطي 3 أو 4 وجبات. الوجبات دي بقى عبارة عن ايه؟ يلا بقى نتكلم عن المكونات بتاعتنا والخلطة بتاعتنا الجميلة النهاردة. هاتي بقى كده ورقة وقلم معايا واكتبي علشان ما تنسيش المكونات وما تنسيش الإضافات اللي هنحطها، اللي هي تعتبر فواتح شهية هتخلي البط بتاعك ياكل بشراسة وبنهم. هتخلي البط يعني أول ما تحطي الأكل يخلصه في دقيقة ويبقى عاوز تاني. يلا بقى هاتي ورقة وقلم واكتبي معايا المكونات والإضافات القوية جدا اللي احنا نقول عليها النهاردة. وقبل ما تعملي تكتبي المكونات، يلا بقى دوسي بايديك الحلوة على اللايك واعملي لي لايك حلو، واشتركي في القناة لو لسه مشتركتيش. وصلوا بقى كده على النبي يا جماعة عليه افضل الصلاة والسلام. ويلا نبتدي المكونات بتاعتنا. اول حاجة في المكونات بتاعتنا يا ولاد هو حتة الفول. حتة الفول هيكون هو المسؤول عن بناء اللحم الاحمر مع البط او مع اي طائر او مع العجول، زي ما احنا ما قلنا الخلطة ديت بيعملوها للعجول. فالفول زي على رأي المثل ايه، الفول بيربي العجول. فطبعا احنا النهاردة عاوزين لحم احمر يبقى فول. الخلطة بتاعتنا هنعمل مثلا 5 كيلو. طبعا لو انت عاوزة تضعفي الكمية براحتك ضعفيها زي ما انت عايزة، احنا هنتكلم على 5 كيلو. اول حاجة هنجيب 2 حتة فول، 2 دشيشة، كيلو عيش ناشف وطحنينه. العيش يكون نضيف ومنشفينه وطحنينه زي الدشيشة. طبعا هنضيف بقى الإضافات اللي هي فواتح الشهية. طبعا انتي براحتك بقى، لو انت عايزة تضيفي على الخلطة ديت علف تسمين تركيز 21%، هتضيفي. عايزة تكتفي بالفول والدشيشة والعيش براحتك. ديت هتوصل معاكي ودي هتوصل معاكي ان شاء الله. الإضافات طبعا بقى فواتح الشهية يا ولاد. طبعا هنحط 2 معلقة كركم، 2 معلقة شطة، 2 كزبرة ناشفة مطحونة، 2 معلقة ملح. طبعا الملح اساسي جدا معايا، حتى لو ما حطيتيش الشطة والكركم هتحطي الملح، اكيد لازم هتحطي الملح ان شاء الله
علشان الملح هيخلي الطائر معاكي يعطش ويشرب وياكل، يشرب وياكل، يشرب وياكل. فالملح اساسي معانا النهارده. معلقتين ملح كبار على الخلطة بتاعتنا، معلقتين شطة عشان برضو تفتح شهية، معلقتين كركم، معلقتين كزبرة ناشفة. تمام، كتبت كل الوصفة وكل المكونات. تمام، يلا بقى عشان عايزة اوصيكي على حاجة مهمة جدا جدا معايا النهاردة. اوعي تحطي البط بتاعك مية في اناء صغير. انا عاوزة مع الخلطة ديت احط حلة كبيرة، طبق غسيل كبير املاه واحطه مية واحطه قدام البط ليل ونهار. طبعا هنغير المية الصبح وبالليل، بس اهم شرط ان انا ما احطش في اناء صغير واسيب البط وانزل. لا، اطلع الاقي الاناء فاضي او ناشف، لا كده غلط. انا عاوزة مية باستمرار قدام البط. البط هياكل وهيشرب، هياكل وهيشرب، فلازم اناء مية كبير، علشان المية هي اللي هتخلي البط يحمل معايا ويخلي الاكل ينفش كده معاه وياكل وايه ويتهضم وايه ويحول بقى، يحول طول ما هو بيشرب، طول ما الاكل هيحول معاه. لو البط ما شربش مش هياكل. فطبعا يا حبيبتي انا بوصيكي اهم حاجة، لو انت عاوزة توصلي البط معاكي الاوزان عالية، يبقى لازم المية تبقى قدامه ليل ونهار في اناء كبير. اناء كبير يا حبيبتي، مش اناء صغير. ما تحطيش قدام البط حاجة صغيرة، لا وسعي قوي في موضوع المية دوت. وسعي على قد ما تقدري. هاتي طبق غسيل كبير، حلة عندك قديمة كبيرة. طبعا ما تخافيش ان البط هيبلبط ويغرق الدنيا مية، مش مشكلة. حطيه في مكان يعني لوحده، يعني حطي البط في مكان لوحده وحطي المية قدامه ليل ونهار. تمام. دي نقطة. تاني نقطة قلنا هنكتر عدد الوجبات. كده كده البط بتاعنا المسكوفي او المرر، ده مرر بنقطة. المرر دوت على فكرة نوعه كويس جدا، ده شركة كويسة جدا يعني. بط مرر بنقطة ده معروف ما شاء الله لا قوة الا بالله. المسكوفي برضك طبعا كلنا عارفين المسكوفي بيحمل اوزان عالية. زي ما قلنا مش محتاج تصغيط، لان البط المرر والمسكوفي زوره واسع وبياكل كميات كبيرة. لكن انت اهم حاجة تكتري عدد الوجبات وتكتري المية قدامه. وطبعا هتلاقي في مسافة من النهاردة لحد رمضان هتلاقي الموضوع فرق معاكي. في البطاية الواحدة يعني الدكر هيوصل 6-7 كيلو، والنتاية هتوصل 3.5-4 كيلو، وممكن 4.5 كمان. ما شاء الله لا قوة الا بالله. على فكرة البط المرر غير المسكوفي. المسكوفي النتاية بتاعته بتبقى صغيرة، لكن المرر حجم البطاية النتاية زي حجم الذكر ويمكن اكبر. طبعا احنا هنتكلم بقى على البط البلدي. طبعا لو عندك بط بلدي سامحيني بقى معلش هتضطر ان انت تزغطيه، لان البط البلدي اكلته ضعيفة جدا جدا وزوره ضيق على الاخر. بياكل على قد فتحة زوره وبياكل على قد حجمه. فانت طبعا لو انت عايزة تنجزي مع البط البلدي فلازم هتتدخلي وتزغطيه بايدك. برضك المية هتكون قدامه ليل ونهار، لان التزغيط برضك شرط اساسي ان المية تكون ليل ونهار قدام الحاجة اللي هي متزغطة. كده اتكلمنا على البط المرر والبط المسكوفي وكمان البط البلدي. طبعا البط البلدي لو هتزغطيه ما ينفعش تجيبي دشيشة، ما ينفعش تحطي عيش مدشوش. البط لو هتزغطيه يبقى فول سليم وذرة سليمة، لكن هتبليها من قبل ما تزغطي. يعني انت مثلا هتزغطي الصبح يبقى تبليها من بالليل. تبلي الفول والذرة من بالليل، تصبحي الصبح تزغطي بيهم، هيكونوا طراي كده وايه ويتهضموا بسرعة مع الطائر. ممكن لو انت مستعجلة هتسلقيه نص سلقة. وانت بتزغطي لازم تحطي مية في الفول والذرة
وإن شاء الله البط يحمل معاكِ بإذن الله ونتقابل